ازيكم يا حبايبي، انا اميره وده مطبخي. النهارده انا نزلنا الايس كريم المانجا قبل كده، بس اختي وحبيبتي طلبت ان انا اقول لها المقادير. دول حبيتين 2 مانجا كانوا متفلظرين، قطعتهم وضربتهم في الكبه من غير اي ميه، وجبت كوبايتين 2 لبن ضفتهم على البوتاجاز معاهم نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن بودر، قلبتهم لما السكر باش. جبت نص كوبايه كريم شانتي على نص كوبايه نشا، قلبتهم على بعض بكوباية مية باردة، ضفتهم على الخليط اللي على البوتاجاز لما بقى مهلبية برد. بعدين برد، ضفته على على المانجا اللي انا ضرباها في الفريزر، اللي انا ضرباها في الكبة، ضربتهم مع بعض ادونا النتيجة التحفة دي. انت عايزة تعززي اللون عشان الكريم شانتيه واللبن والحاجات دي هتبيض المانجا، هتبقى لونها ابيض. عايزة تعززي اللون وتخليها صفرا بلون المانجا، ممكن تحطي اي حاجة تديكي اللون اللي هو الاصفر. انا حطيت اللي هو الفروتي، الكيس الفروتي بتاع المانجا عشان يديني اللون ده. في الوان صناعيه كتير، انت وراحتك. حابه ما تحطيش الوان صناعيه وتخليكي على اللون بس تبقى بيضه، لان اللبن بيبيضها. حابه كده ماشي، حابه مش حابه تحطي زي الكيس اللي انا حطيته او اي لون. والنتيجه هي تحفه. سلام.